بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل لكم الملوخيه بطريقتي انا، طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا. يعني كل اللي يجي عندي ياكل الملوخيه يقول لي جميله جدا، وريحتها كل مره بتسخنيها بتطلع بنفس الريحه والجمال وبنفس الطعم. فهقول لكم على طريقتي، هي سهله جدا. هتبقى دي شوربه فراخ، ودي 400 جرام ملوخيه مجمده، ملوخيه خضراء مجمده، وهنا توم وكزبره ناشفه وملح. قللي من الملح شويه علشان الشوربه عليها ملح، وكتري في التوم والكزبره. تعالي بقى هنشوف هنعمل ايه هناك عند البوتاجاز. هنا حطينا السمنه، معلقه سمنه كبيره ساحت اهي. هنعمله ايه بقى؟ هنحط نص التوم ونص الكزبره، نص بس، عشان الباقي هنحطوه دلوقتي. ما تحطيش ملح دلوقتي، الملح هنحطوه في الاخر. احنا هنا كل الناس بتعمل ملوخيه، وبعد ما بتعمل الملوخيه بتعمل لها الثوم والكزبره وتطشها عليهم. انا بقى بعمل العكس، هنعملها في الحله بتاعه الملوخيه وهنحط عليها الشوربه، وبعدين نحط عليها الملوخيه، وفي الاخر وهتحطي عليها بقيه الحاجات بتاعتها. وجربي الطريقه دي وهتشوفي بتحتفظ بطعمها وبريحتها جواها، وبتبقى جميله جدا. حتى لو فضلت لتاني يوم وسخنتيها بتطلع بنفس الجمال ونفس الريحه برضو. التومه اصفرت اهي، هنحط عليها الشوربه. دي طبعا شوربه فراخ، لكن احلى حاجه بقى للملوخيه شوربه الارانب، بتخلي الملوخيه طعم تاني خالص. هنا انا هستنى لما تغلي وهسقط عليها الملوخيه. هنا بقى هي غليت اهي، هنعمل ايه؟ هنسقط عليها الملوخيه. هي دي طبعا كيس ملوخيه مجمده خضرة بس مجمده، 400 جرام اهو. واول ما هتغلي هقول لكم هنعمله ايه. هنا هي غليت، هنحط لها بقى بقيه الثوم وبقيه الكزبره الناشفه والملح. ما تكتريش في الملح لان الشوربه بيبقى عليها ملح طبعا، فاحنا مش عايزينها تطلع حادقه. ولو مش عايزه تحطي ملح خالص غير في الاخر يبقى احسن، عشان تقدري تتحكمي في الحدوقيه بتاعتها، ما تطلعش حادقه. بعد ما غلينا الملوخيه قدمناها بالشكل دوت جنب رز، وعملنا كده. شوفوا اللون الاخضر بتاعها جميل ازاي. في 5 دقايق عملناها، وطعمها احلى من كده مش هتلاقي.